هو افضل مدير كوره في تاريخ مصر. في تاريخ مصر رايي. احترم جدا الراحل طارق سليم، كان نموذج. طبعا احترم جدا الراحل كابتن ثابت البطل، كان نموذج. انما التوقيت اللي عمل فيه سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي بالاليات، بالاجواء، بالسوشيال ميديا، بالعقود، بالارقام، بالنجوميه، بالضغط الجماهيري، بالكلام ده كله، ده عاوز واحد اللي هو عارف انت اللي كان بيحرك العرايس الماريونيت زمان، اللي هو بيتعامل مع الناس دي كلها. سيد عبد الحفيظ ايه اللي موجود في كابتن سيد عبد الحفيظ؟ موهوب. يعني مش موجود في ناس كتير. لا هو موهوب في المنصب ده. هو موهوب. سيد موهوب في ايه؟ موهوب إدارية؟ موهوب اداري، موهوب فكر، عنده سرعه بديهه وعنده سرعه رد فعل، زائد انه اتربى في النادي الاهلي اداريا من تحت. يعني انا كنت فاكر زمان ان كان كابتن حسن حمدي، وبعديه كابتن خطيب، وبعد كده كان هادي خشبه منسق عام، وبعد كده كان سيد عبد الحفيظ الرابع بتاعهم في السلسله. يعني الكلام ده يمكن كان في 2009، يعني كانت المنظومه اللي انا بحكي لك فيها دي. فاول ما رحت قابلت سيد عبد الحفيظ كنت في منتخب مصر، انا ماسك انا والكابتن محمد عمر، واحنا ننسق ساعتها، فكان هو المنسق في الوقت ده. فاحنا طالعين من الاجتماع قلت له سيد هيبقى الكادر الاداري الاول في النادي الاهلي عن قريب.